تكملة لسلسلة احنا وصلنا يعني ليه كده، او المجتمع بتاعنا وصل للمرحلة دي ليه. في ناس بتطلع على السوشيال ميديا وناس اسماء، يعني اسماء كبيرة، بتطلع بتجيب حاجات ناس وبتتكلم على ناس ويجيب لك صور الناس دي. وفي ناس بتطلع يا جماعة يقول لك شوف فلانة راحت فين ويجيبها لك يعني حضرتك يعني الواحد بقى شايف السلبية دي حاجة غريبة جدا. ويعني كمان زيد على ذلك منبر السوشيال ميديا، يعني كلام على السوشيال ميديا. الناس النهارده بتطلع اسرار بيوتها وبتطلع اللي بيحصل معاها كله على السوشيال ميديا. النهارده كل حاجه انت شايفها قدامك، فانت بتشوف حاجات غريبه وبتشوف حاجات عجيبه، وناس بتحكي مواضيع انت مش متخيل ان هي ممكن توصل للسوشيال ميديا. او الناس اللي بتطلع على المنصات اللي بتعمل فيها فيديوهات، او الستات اللي بيطلعوا برضو، ده غريب على مجتمعنا بصراحة. يعني الموضوع بقى صعب جدا، والناس تحس ان هي ما بقاش عندها، او يعني ما بقاش عندها نخوة. في ستات متجوزة بتطلع تعمل فيديوهات يا جماعة، حاجة صعبة جدا جدا، وازواجهم معاهم. وازواجهم ده المصيبة والكارثة، ازواجهم معاهم. ولكن بتحس ان الراجل برضه لا، في مشكله في التقويم الرجولي عند ناس كتير. انا ده شايف وجهه نظري كده، ولكن سلبيه كبيره جدا بنشوفها. الناس بقت حياتها كلها على السوشيال ميديا، اي حد بيحصل معاه موضوع بينقله على السوشيال ميديا على طول. انا شايف ان الموضوع بقى سلبي جدا. و يعني منصات او ان انت تستخدم منصات التواصل الاجتماعي الا في الحدود يعني في الحدود الطبيعيه. ولكن ان احنا ننشر اخبارنا على السوشيال ميديا، اللي بيحصل ما بيننا وما بين زوجاتنا على السوشيال ميديا، الزوجات والازواج اللي بيطلعوا كابلز على السوشيال ميديا وبيعملوا يعني